أول أسبوع في رمضان لو سايق الصبح هتحس إن الناس مش مجمعة وداخلين في بعض، ولو سايق بعد الفطار هتحس إن العربيات ماشية لوحدها وأصحابها نايمين جواها. لكن لو رجعنا بالزمن كام سنة كانت الناس بتروح شغلها على العجلة والخيل، وطبعا لو صيف أو شتاء الناس كانت بتتعك في الحر والبرد، ومفيش حل غير إن شغلك يكون قريب من بيتك. المهندسين المصريين أيام الفراعنة اخترعوا العجلات الحربية، وكانت نقلة كبيرة خلتهم يكتسحوا معارك كتير لحد أواخر القرن ال 19 لما كارل بنز صمم أول عربية بمحرك بنزين سنة 1885، وبعدها اتطورت العربيات لحد ما وصلت لشكلها الحالي وبقت جزء من حياتنا اليومية. وفي خبرين حلوين: الأول إن متاح دلوقتي الأوتوموتيف كورسز أو كورسات هندسة السيارات اللي هيحتاجها مهندس السيارات على منصة ليرنيو. التاني هو إن مصر بتتطور جدا في المجال ده وشغالين على إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، ومين عالم بعد 10 سنين من دلوقتي يكون انت اللي صممت اول عربيه بتطير في الجو اللي كنا بنحلم بيها واحنا صغيرين. اتاكد انك عامل فولو واستنى كل يوم في رمضان هنجيب لك حكايه وراها مهندس، واكتب لنا في الكومنتس حابين نتكلم عن ايه الفيديو الجاي.